من كرة القدم. كرة القدم. خلصنا من التوقف الدولي، وخلصنا من الترندات اللي طلعت فيه والحوارات اللي طلعت ومشكلة كابتن حسام حسن مع منتخب مصر وأداء منتخب مصر شخصيا في البطولة الودية اللي لعبوها دي. وخلصنا من الدوشة بتاعت كريستيانو والطرد اللي خده، وده راح أمريكا قابل الرئيس الأمريكي ومش عارف راح فين، وأصل ده ميسي جه كان بنظر الكامبينو، ده اصل صلاح خسر احسن لاعب في افريقيا، ده اصل مش عارف ايه، اصل مش عارف ايه. خلصت من حوارات التوقف الدولي دي كلها، وكان توقف دولي تقيل على القلب والواحد وريخي، وخلصنا منه. وقلنا الدوري الانجليزي راجع وكل واحد يرجع يتفرج على فرقته، كل واحد يرجع يتفرج ويتمتع بفرقته تاني. جت ليفربول فشخت كل ده. النهارده احنا بنتفرج على ماتش من اسوأ ماتشات ليفربول في الدوري الانجليزي السنه دي. اوحش ماتش ليفربول في العموم، مش في الدوري الانجليزي كمان، اسوأ ماتش ليفربول السنه دي. نوتنجهام فورست جت علمت على ليفربول فين؟ في قلب الانفيلد. جت علمت على ليفربول في قلب ملعب الانفيلد، اللي هو الانفيلد ده اصلا اي ملعب مهما كان اسلوبه ومهما كان طريقته ما كانش بيجي بيفرض اسلوبه ولا بيلعب بطريقته زي اللي حصل النهارده ده. ليفربول النهارده كانت معموله جزامه دي نوتنجهام فورست النهارده. نبدا الماتش واحده واحده، نبدا الماتش ونحلله ايه واحده واحده. نبدا باول حاجه. الاستاذ ارن سلوت بدا بيها ان هو لعب باكتر تشكيله غلط يتلعب بيها، وجربها كذا مره والتشكيله دي ما عملتش. بدايه بان هو بيلعب لك بسوبوسلاي رايت باك. يا ابني هو انت عندك حد تعبان، حد مصاب، حد موقوف؟ ما انت عندك فريمبونج وبرادلي، وانت خلاص اتفقنا ان برادلي هو اللي بيلعب في الحته دي. ليه بتلعب بسوبوسلاي؟ ليه بتقتل الراجل في الحته دي؟ الراجل مكانه بلاي ميكر، هو راجل صانع العاب، بيلعب في الحته دي، بيروح يجي وبتاع. الراجل بيحاول وبيعمل مجهود وبيضم من نص ملعب وبيجري وبيحاول فعلا ان هو يعمل مجهود. بس هو سوبوسلاي بيجي لك على الدقيقه 60 خلاص. سوبوسلاي ما هو مش اهلي برضه. سوبوسلاي مهما كان في الاول في الاخر انسان، بيجي لك على الدقيقه 60 بيشطب منك خلاص ما بيقدرش. فانت ليه مبدئيا كده بتلعب بسوبوسلاي رايت باك؟ تاني حاجه، انت دلوقتي عندك برادلي، ما لعبتوش ليه؟ وحطيت سوبوسلاي مكان كورتس جونز اللي هو ما عملش اي حاجه طول الوقت اللي لعبه في الماتش، 78 دقيقه في الماتش ولا اي حاجه. ملوش اي ترتيب لازمه، شفاف في الماتش. هو مش بلاي ميكر، الراجل مش مركز 10، الراجل بيلعب مكان ماكاليستر او جرافنبرخ، وهو في الارجح بيلعب مكان ماكاليستر، الراجل مركز 8 في الملعب. انت ليه بتلعب بيه رقم 10 في الملعب؟ الراجل مش عارف يقدم حاجه. انا مش بلوم على اللعيبه، اللعيبه كلها والله الماتش النهارده عملت ماتش كويس. 9 لعيبه مثلا عملوا ماتش كويس النهارده، في 2 لعيبه هم اللي عليهم تحفظات وكان باين ان مستواهم مش قد كده. بس انت في المجمل اللعيبه بتاعتك هي بتعمل اللي عليها. صلاح النهارده عامل ماتش هايل، ماتش حلو قوي. محمد صلاح على فكره الراجل بيستلم وبيشوط ويباص ويروح ويرفع وبتاع. الراجل كان بيحاول على فكره، رغم ان مفيش مساهمات ولا في جوان، بس الراجل بيحاول والراجل حاول يعمل حاجه. عندك ندخل على مين؟ على ايزاك. ايزاك انت ليه بتلعب بايزاك؟ ايزاك باين ان هو لسه مش فت، الراجل باين ان هو مش فت، الراجل باين ان هو بيلعب وهو خايف على اصابته، خايف انه يتصاب. الراجل ما بتجيش له كوره، يا دوبك كان بيجي يتطرف على اليمين او على الشمال علشان يا دوبك ايه، يحاول يمشي الدنيا وياخد كوره. انما انت بتلعب ليه ايزاك؟ انت ليه ما بتلعبش بايكيتيكي؟ ايكيتيكي لما نزل كان باين انه راجل فت اكتر من ايزاك. ما تلعب بايكيتيكي اللي هو الراجل مثبت لك ان هو دايما احسن، وايزاك يبدا يديله وقت واحده واحده في الملعب. ليه كده؟ وجاكبو التاني، جاكبو عامل ماتش وحش قوي، ماتش وحش قوي. احنا فعلا افتقدنا حد زي لويس دياز في ماتش زي ده بالذات، لان انت محتاج لعيب فوضوي. انت محتاج لعيب زي لويس دياز ده ياخد الكرة، انت بتلاقيه تك 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 تك، الكرة ممكن تخبط في رجله وتعدي بس وتقول سلكان. بس هو ده اللعيب الفوضوي، هو ده اللعيب كده. هات اي فريق جامد في العالم، اي فريق كبير في العالم وقوي، هتلاقي عنده لعيب الفوضوي ده. ريال مدريد عندها اللعيبه الفوضويه، برشلونه عندها اللعيب الفوضوي ده، مانشستر سيتي عندها اللعيب الفوضوي ده، واخر ماتش احنا شفنا باريس عندها اللعيب الفوضوي ده. بايرن ميونخ خدت منك اللعيب الفوضوي بتاعك. فانت كليفربول ليه ما بتلعبش بواحد زي روي نجومها؟ ليه ما بتدلوش بتنزله في الدقيقه 80؟ ليه بتنزله في الوقت ده؟ ليه ما بتلعبش واحد زي كيزا؟ دول لعيبه مهما كانوا هم فوضويين شويه عن جاكبو. جاكبو نفس الستايل بتاع كل مره، اخطو خد الكوره اقطم شوط، خد الكوره اقطم شوط ارض، خد الكوره اقطم شوط خد. نفس الستايل بتاعه بتاع كل ماتش. ليه بتعمل كده؟ نيجي بقى اللعيب مستفزني قوي الحقيقه، كوناتي. ابراهيم كوناتي عامل ماتش وحش قوي. ابراهيم كوناتي باين ان هو من ساعه ما جاله عقد الريال ده وخلاص وهو اتجنن وعايز يروح ريال مدريد، هو حالف مش هيلعب. الراجل بيلعب، عارف انت اللي هو ايه، انا بمشي حالي كده، احنا جايين هاف فن وبتاع يا رجاله ونمشي حالنا الموسم ده وخلاص، كسبنا كسبنا ما كسبناش ما كسبناش، المهم عندي ان انا ما اتصابش وانا خايف على رجلي وبلعب خايف على رجلي، والمدرب يطلعني وقت ما يطلعني، المهم ان انا ما اتصابش واروح ريال مدريد فين.
انا معلش انا عايز اكون رايح ريال مدريد كويس. وانت ما شفتش ارنولد اللي حصل فيه؟ ما ارنولد كان زي كده السنه اللي فاتت، على الاقل ارنولد كان بيحاول وكان بيلعب. ارنولد كان بيلعب السنه اللي فاتت، انت مالك في ايه؟ ما انت شفت ارنولد قاعد على الدكه وانت فيها، انت ليه ما تلعب يا كوناتي؟ في ايه مالك؟ نيجي نبص على كيركيز. كيركيز انت شايف واخد بالك يا سلوت، انت شايف بعينك كده براسك القد كده دي، انت شايف ان كيركيز الراجل صغير في السن وخايف، وباين ان هو خايف، وانا مش عارف بصراحه خوفه ده ليه، يعني خوفه مش مبرر بالنسبه لي. انت بتلعب في نفس الدوري اللي بتلعب فيه واتألقت فيه، وبتلعب في فريق كويس وليك مكانه، يعني انت مفيش فيك افتكاسات، انت بتلعب في فريقك، او انت خايف ليه؟ في نفس الدوري بتاعك خايف ليه؟ انت عندك هاوسن راح على ريال مدريد، الراجل ماسك الدنيا وماسك فورمه وبيلعب. زبرنا راح باريس، الراجل بيلعب ولما بينزل ما بيأثرش. انت ليه خايف؟ كيركيز هو دايما مستخبي كده وناس، ولا بيطلع يعرض ولا حاجه، الكوره تجيله تروح مباصيها، ويا ريته حتى يبصها صح. كذا مره الكوره تتبصى منه غلط، تطلع من رجله غلط، تطلع من رجله واحد. انا مش عارفين ليه دي كلها اللعيبه دي. انا بالنسبه لي مشكلتهم مش هم، المشكله في المدير الفني. المدير الفني اللي بيلعب بتشكيله غلط، المدير الفني اللي ما بيحفزش اللعيبه. يعني انت واحد زي كوناتي ده ما تحفزه، حفز كوناتي ده، قول له ده اخر موسم ليك، لازم تعمل وتمشي عشان الفريق والناس تفتكرك بحاجه كويسه، وي وي حفزه. خلي اللعيب يلعب، يبقى فعلا عايز يمشي ويسيب ختام يليق بيه. واحد زي كركيز ده ما تطمنه، قول له اغلط عادي ما تخافش، اغلط وباصي غلط واعمل غلط وعرض غلط وشوط وبتاع، ما تخافش، خليك جريء. انت خايف ليه؟ محدش هيعمل لك حاجه. انت ليه ما عملتش ده كله؟ ليه جيت في دي سبت كورتس جونز 78 دقيقه في الماتش؟ ليه؟ ليه انت قمت منزل رينو جومها وكيزا وايكيتي؟ ليه كل ده وفي الاخر قمت مرجع لي جرافنبرخ في نص الملعب؟ وكل ده انت في الاخر طب ما كنت طالع كورت جينس ونزل برادلي ليه؟ وخلي سوبوسلاي الراجل يلعب في مكان، خلي سوبوسلاي الراجل يلعب. الراجل عمال بيحاول يشوط يباص يحاول كل اللعبه من عنده فعلا، هو الراجل اللي بيحرك الفرقه. انت بتلعبوش ليه؟ انا مش عارف هنفضل لحد امتى في الاداء ده. احنا وصلنا لمرحله ان جمهور ليفربول بيسيب الاستاد ويمشي في اخر الماتش قبل ما الماتش يخلص. وصلت لمرحله ان انا فريقي في المركز ال11 في الدوري الانجليزي تحت ساندرلاند اللي هو لسه صاعد. احنا وصلنا للمرحله دي، وصلنا لمرحله ان الفريق بقى فعلا شكله يقرف في الملعب. اللوم مش على اللعيبه، اللوم في الاول وفي الاخر على المدرب، اللي هو يا رب يا رب يكون ده اخر ماتش ليه، عشان هو لو فضل بنفس المستوى ده، إن انا هقول لك اهو انت مش هتلحق حتى دوري الابطال. انت لو جبت مدرب جديد يا دوبك هو هيلحق يوديك في مراكز مؤهله لدوري الابطال، انما انت بالمستوى ده وبالمدرب ده وبنفس الافكار ونفس اللعب دي، انت مش هتلحق حتى تاخد لك مركز في دوري الابطال، مش هتلحق تتأهل السنة الجاية. ان انت الفرق مش هتسيبك، نيوكاسل، استون فيلا، مش عارف ساندرلاند دي مش هتسيبك، مانشستر يونايتد مش هتسيبك. مانشستر يونايتد السنة دي هي عايزة توصل لدوري ابطال، مش هقول لك حتى يوروبا ليج، لا هم عاوزين دوري ابطال كمان. الفرق دي مش هتسيبك. كده كده اول مركزين هي خلاص انضمنت للسيتي والارسنال، واحد منهم هيطلع اول وتاني، خلصانة. فانتوا الفرقة لو فضلت بالمستوى ده وبالاداء ده، انا بقول لك اهو ما تستنوش حاجه. وانا مش عايز افضل في الاخر مستني حاجه. ده كده طلع فعلا ان سيمينيو يجي ليفربول، الاخبار والاشاعات اللي طلعت دي مش يعني مش بالنسبه لي رفاهيه، لا ده هو لازم يجي، لان احنا محتاجين لعيب فوضوي يكون عنده ثقه زي سيمينيو، راجل يدخل تك 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 يهرجل الدنيا وخلاص. لان اللعيبه اللي زي دي ده بيهرجل الدنيا، بيخلي مساحات لعيبه زي صلاح ولاعيبه زي كيتيكي يلعبوا، الناس يجي لهم فرص كتير. فانا مش عارف هنفضل لحد امتى الحقيقه في الفريق ده. يعني اتمنى ان الفرقه تتعدل وحالها يتصلح، والسلوت ده يكون اخر ماتش ليه السنه دي، الماتش ده يكون اخر ماتش ليه النهارده، عشان الواحد خلاص بامانه ما بقاش نافع كده. وبس يعني هو الماتش كان كله على بعضه، فيه شويه دربكه كده، ومفيش حاجه تانية تتقال بصراحه. يعني اتمنى الماتش الفرقه تتحسن، لان ما ينفعش وعيب ان في انفيلد في ليفربول يبقى المستوى كده. يعني ايه ليفربول تخسر على ملعب الانفيلد 3-0 مع الرأفة؟ ده انت الواد موريلو النهارده بتاع نوتنجهام فورست، الواد عمل من وش اللعيبه جزم، الواد عالمي عالمي. الواد في الهجوم تلاقيه، في الدفاع تلاقيه شال كذا كرة من على الخط عالميين. وشون دايش هو الراجل معروف كده، ده مش نونو سانتوس. نونو سانتوس كان ياخد معاك الكرة خد وهات وبتاع، انما هم ما دام جابوا جون هم هيموتوا عليه. ونوتنجهام كمان عندها اللعيبه اللي تساعد شون دايش ان هو في المرتدات يحط في الجول والتاني والتالت. عندهم اللعيبه دي. الراجل في الجول الاول استلم قطم بتاعه وقام شاط حط في الجول الاول، خلاص هو شون دايش بقى اتفرج على اللي هيعمله. قتل لك الماتش حرفيا. كان كل لاعيبه نوتنجهام فورست
ورا الكوره. خلاص احنا بقى هنلعب على المرتدات، ووريني انت هتعمل ايه، وساب لك الكوره وانت اقعد لف حوالين نفسك، العب الكوره من اليمين للشمال ومن الشمال لليمين ومن اليمين للشمال ومن الشمال لليمين، ويلا بقى نقعد في نفس الدايره بتاعتنا دي وخلاص. لان هو خلاص الراجل قتلها عليه، قفل عليك الماتش الراجل. فانا مش فاهم بصراحه احنا هنفضل لحد امتى كده؟ الاداء خلاص ما بقاش يتسكت عليه، والمستوى ما بقاش يتسكت عليه. انا مش فريق هسكت لك مره واتنين وخلاص. انا فريق عايز اشوف نتيجه لده كله. وبس كده يعني. يا رب يا رب نكسب يا رب. يا رب تكون الحلقه عجبتكم، ولو عجبك الحلقه متنساش اللايك، وادينا اشتراك في القناه، عايزين نوصل ل 100 مليون.